انا عايزك تسيب اللي في ايدك علشان انا جايب لك النهارده حاجة مميزة، وهوريك احدث الابتكارات اللي تم اكتشافها في الفترة الاخيرة. اسمع الفيديو للاخر علشان تقولي ايه اكتر اختراع علق معاك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. عمرك شفت الحبال بتتعمل ازاي؟ الآلة دي تقدر تجمع 20 خيط مع بعض علشان تكون الحبل بسرعة رهيبة. أنا متأكد إن الآلة دي هتفيد ناس كتير، وأظن مش هتحتاج أكتر منها علشان تنظف الأرضية، علشان قوة السحب بتاعتها عالية جدا، حرفيا بتخلي الأرضية ترجع تلمع من تاني. أنا أول مرة أشوف حاجة بالجمال ده. كل الموضوع إن العربية ماشية في طريقها، والراجل بيرسم الخطوط وقت ما بيحتاج، وبيقفل ويفتح وقت ما يحب. الاختراع ده هينفع الجماعة النقاشين جدا. ايه رأيكم في حاجة زي دي؟ هتساعدك في غسيل الرولة في ثواني ومن غير تعب. الآلة دي بتقدم لك أحلى وجبة دوناتس من غير أي مجهود منك وفي لحظات معدودة. استخدام المكنة دي في غاية السهولة، وممكن تقفل 20 دفتر سلك في 5 دقايق. أنا مش عايز أقولك على كمية الطاقة السلبية اللي خرجتها وأنا بتفرج على المكنة دي وهي شغالة. بصراحة مفيش أجمل من كده. أقل حاجة تتقال على اللي سايق الجرار ده إنه فنان. أهو ده بقى اللي حلق للحيطة. المشكلة هنا مش إنهم بيغسلوا عربيات المترو، الموضوع ده عادي. المشكلة إنهم بيغسلوا النفق نفسه من جوه كمان. أنا احترت معاكم الصراحة. أنا عايزك تتخيل مدى قوة الآلة دي. بتعمل صوصة العربيات العملاقة من المعدن بكل بساطة. الطبعة دي بتعمل مجسمات لأي شخص، متوصل بيها جهاز مسح ضوئي وبيصور الشخص، وبعدين تخرج لنا مجسم صغير وفيه كل ملامح الشخصية اللي اتصورت. الآلة دي بتقطع الشرائح المعدنية، الفرجة عليها بس بتخلي الواحد مرتاح.
ما كنتش اعرف ان النقش على الاطباق بالسهولة دي. بفضل الآلة دي بيعملوا رسومات حلوة جدا على مجات الإزاز. لما تكون عايز تحول عربية كاملة لقطع صغيرة يبقى تتحط في الآلة دي. يا نهار اسوح، أكنها بتاكل العربية. لو انت زيي وأول مرة تشوف طريقة تحويل الدهب الخام لسبايك فأكيد هتستغرب زيي بالظبط، علشان دي الطريقة اللي بيعملوا بيها. الجهاز ده مش هقدر اقول عليه غير انه اختراع جبار، كله شغله بالليزر وبيشكل اي تصميم على اي حاجة، ومن خلاله بيتم الرسم على الخشب او المعادن بسهولة. انا مش عارف البنات دول بيشتغلوا ولا بيلعبوا. الآلة دي بتعمل سلسلة من الفضة، وتحس ان البكر ده مش بيلف وخلاص، ده بيرقص. وده جهاز تاني شغال بالليزر وبيعمل رسومات ولا اروع على المحافظ الجلد. الآلة العملاقة دي بتستخدم في تغليف كل حاجة وبطريقة سهلة جدا، وكمان بتوفر الوقت والمجهود. أنا نفسي أعرف المكنة دي بتعمل إيه، هي شكلها جامد جدا وهي شغالة. وفي الآخر طلعت بتعمل حلويات للأطفال. وبعد ما شفنا طريقة عملها يبقى ياريت محدش يشتري حاجات زي دي. أنا مش هخبي عليكم، أنا مش عارف الآلة دي بتعمل إيه، لو أنت عارف اكتب لنا في التعليقات. دي طريقة عمل الطوب الكبس، أظن دي أول مرة تشوفها صح؟ أنا أول ما شفتها افتكرتها مكرونة، لكن دي طريقة تصنيع الشعرية سريعة التحضير، يعني مكرونة برضو، والعملية كلها بتتم بشكل آلي. علشان يكون المنتج جيد جدا بيعملوا له اختبار ضد الصدمات. سهل تقطع اي شجرة من على وش الارض، لكن عشان تشيلها من جذورها يبقى محتاجين الآلة دي. مفيش غنى عن آلة زي دي في اي مزرعة، بتجمع المحصول بسرعة بدون اي مشاكل، وبتوفر جهدنا ووقتنا. الآلة دي بتستخدم في عملية تنظيف الأشجار علشان يتم استخدامها بعد كده في عمليات النجارة المختلفة. علشان نضمن نظافة الشواطئ يبقى هنجيب الآلة دي ونمشيها على الرمال، والمغناطيس اللي فيها هيقوم بالواجب. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك.
اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.